قراءة الموالد على نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا وييسر أمورنا ويقضي حوائجنا وينيلنا مطالبنا، وعلى نية أن الله يرزقنا الفتوح والمن والرسول صلاح الجسد والتوبة النصوح، وعلى نية أن الله يجعلنا من المقبلين والمقبولين برضا رب العالمين، وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان، وعلى نية أن الله يصلح النيات والمقاصد ويدخل نياتنا في نياتهم على هذه النيات وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل، يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق. يا ربي صل، يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل، يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق. يا ربي، يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل، يا ربي صل على محمد من بالصها والوفاء تخلق. يا ربي محمد، يا ربي صل، يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي، يا ربي صل، يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد، يا ربي، يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي، يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برد من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتأثرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. تجلى الحق في عالم القدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده ثقلا وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب المنيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيه الضلال وهو من فلق علم ما قد رعده رفعة في سؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق يا نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والعذان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أثر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التحسيس للبشر الكريم صلى الله عليه بالتقديم والتكريم نفذت القدرات الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضات التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين هاوي لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من سلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وحسست به من حسست صلى الله عليه وكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونور حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلق الخمات الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من أجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الأرسل لا تفي بأشر مئشار أوصاف ذلك الموصوف
تسويقا للسامعين من حواس المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأكلام عن شؤون خير الأنام، ولكن حزني إلى تدوين ما حفظته من شيار أشراف المخلوقين، وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي أما العالمين. وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولائج التسوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروهان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يحط محرقته فيه الأنامل مما استفاد الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي هي حسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار ليتشرف بكتب القلم والقرطاس وتنزه بهدايا الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الحال المشهور أن أول شيء خلق الله والنور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مرة مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود حلقا بعد حلق فيما حدث. وقد أعدى عبد الرزاق بسند جابر بن عبد الله صلى الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول نبي في الخلق وآخرهم في الباب. وقد تدري وهذا بأنه أول خلق وجودا وأشرف مولودا. ولما كانت الساعة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوص، فاستبدع هذا النور المبين السلام وبطون من شرفه من العالمين، فدجل هذا النور من صلب آدم ونوح حتى يوصلت يد اليوم الكريم إلى من خصت بالتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذل وملتي يا محافي المحافي آمنة سنة كريمة آمنة. فتلقى صلب عبد الله فألقى إلى بطنها فضمت أشياء بغت الله محافظة على هكذا هذه درة وصونها فحملته بيد الله كما ورد حملا أنها حملا خفيفا لا تجد ثقلا ولا تشكو منه علما ولا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وغرب وقت بروزه إلى عالم شهادتي تنبسط على أهل هذا العالم ولطف فضله وتنتشر في آثار مجلس الصميم. اللهم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ومن ذلك به الدرة المكنونة والجرة المصونة والكون كله يسبي ويمسي في سرور وابتهاج بكف سرور ساق هذا الشراط والعيون متشيقة إلى بروده متشيقة إلى اتكات دوائر كله. وكل دابة لقريش نطق بفاس العبارة مولنة بكمال البشارة. وما من حمل حمل ذي في ذلك العام إلا أتى في حملها برلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متقدمة بالفرح بملاكة أشرف البريات
وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. وظهر الله في الوجود بسط التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فحين قرب أوان ودع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد. سبحان الله سبحان الله الحمد لله ولا. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود، فانفرق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود بالتعظيم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك يا نبي. عليك أشرك الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي يا رسول يا حبيب عليك صلوات عليك. فتربوا يا حلال مثاني فهذا اليمن غرد واستضيء بجمال
جد الحسين والحسن مرحبا 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 جد مرحبا ولنا البشرى بسعد مرحبا مرحبا مستمر ليس ينفد مرحبا 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 جد مرحبا مرحبا حيث أوتينا عطاء مرحبا مرحبا جمع الفهر المؤبد مرحبا 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 الله مرحبا فلربي كل حمد مرحبا مرحبا جل أن يحصره العاد مرحبا 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 جد الله مرحبا اذهبا بوجودي مرحبا مرحبا المصطفى الهادي محمد مرحبا 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 الله مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا 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 جد مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي يا الله ببركة الهادي
hadi ya Allah wa bijahi ya ilahi ya Allah jud wa balligh kull maqsad ya Allah Rabbi dunubi ببركة الهادي يا الله وهدينا نهج سبيله الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير مقعد يا الله أدل يا الله يا رسول الله هجينا للزيارة قاصدنا تجي شفاعة عند رب العالمين صلى الله مرحبا مرحبا صلى الله مرحبا وصلاة الله تشاء أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله محمد مرحبا مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan kita ada dua anak yang akan diresmikan namanya, yang telah dimupakati oleh kedua orang tuanya dengan nama yang baik. Yang pertama Sayyid Ahmad Nizam bin Mustafa Al-Khirid, dan yang kedua Syarifah Fatimah Alawiyah binti Umar bin Muhammad As-Sagab. Semoga dua anak ini akan menjadi anak yang saleh dan salehah, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat, berguna untuk Islam muslimin Nusa dan bangsanya, ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana bi auladina wa banatina wa la tadurhum wa fiqna wa fiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatina min yaumi hadza ila yaumil akhirah. Ma ba'du. Ma ba'du, alhamdulillah para habaib, para jamaah akdun nikah dan jamaah khol Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsi. Acara demi acara kita telah lalui. Terakhir tadi kita membaca Al-Pengolud Sintud Durar yang oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi. Acara selanjutnya yaitu akdun nikah antara Sayyid Abdullah bin Ahmad Taufik Bahsen dengan Asyarifah Zainab Faiza binti Husin bin Muhammad Sahab. Wali yaitu ayah kandung. Dua orang saksi insyaallah yang tercatat di buku nikah nanti. Namun kita semua di sini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mas kawinnya uang tunai Rp500.000 untuk pembacaan khutbah nikah. Kami mintakan pada Al-Ah Zaki bin Husin bin Muhammad bin Sahab. Namun untuk berkahnya akdun nikah pada siang hari ini kita membaca Fatihah pada Habib Ali bin Hasan bil Faqih. Waalaikum tafadhal. الفاتحة بالقبول إن شاء الله على الزواج مبارك إن شاء الله بركة في خير وفي عافية أمنا والسلف الصالحين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-mahmud bi ni'matih, al-ma'budi bi kudratihi, al-muta'i bi sultanih, al-marhubi min adabihi wa satwatihi, an-nafidi amruhu wa sama'ihi wa ardihi, alladhi khalaqal khalqa bi kudratihi wa mayyazahum bi ahkamihi wa azzahum bi dinihi wa akramahum bin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah tabaraka asmuhu wa ta'ala azamatuhu ja'alal musaharata sababan lahiqa wa amran muftarada awsaja bihil arham wa alzamal anam faqala azza min qail wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sikhra wa kana rabbuka qadira. Amma ba'd fa innal umura kullaha biyadillah yaqdi fiha man yasha' wa yahkumu ma yurid. La muakhira lima qaddam wa la muqaddima lima akhar
ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله من يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد العذاب عليه فقال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكثروا فإني مباح بكم الأمم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء. قولوا جميعا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله. قولوا تبنا إلى الله من جميع المعاصي والذنوب صغيرها وكبيرها. نستغفر الله من ترك الصلاة نستغفر الله من تقصير في الصلاة نستغفر الله من ظلم الخلق نستغفر الله من جميع المعاصي والذنوب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah Ahmad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usikum ibadallah binafsi
ونفسي بتقوى الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. يا سيد عبد الله بن أحمد توفيق بحسين أزوجك على ما أمر الله بالإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. يا سيد عبد الله بن أحمد توفيق بحسين زوجتك وأنكحتك مكتوبتك ابنتي Sarifah Zainab Faizah binti Husin Sahab bimahar khamsamia alif rupiah nagdan. Wabiltu tajwijaha wa nikahaha birwahi warkul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina nabi Allah Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta nabiyana Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama alafta baina Muhammadin صلى الله عليه وسلم بين خديجة الكبرى وعائشة الرضا وغيرهما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سابقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا بر رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سلالة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائز الأقوياء من البرية. ومن نشر تيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأسرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم سها بإنانه. وقد انبسط الكلام في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن ختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، أن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، تتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين في طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا يا ربي يا الله، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه من إليه منسوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. البدر قبول بحقي وبجيش الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك التواب الرحيم.
برحمتك يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة وياسين ولا ياسين. الفاتحة وياسين والتحليل والتسبيح والصلاة على الحبيب إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى أرواح آبائه وإخواننا الأنبياء المرسلين من عباد الله الصالحين، ثم إلى المحاجر الله الحبيب أحمد بن عيسى من الفقيه المقدم الحبيب محمد بن علي باع علي وأصول الحمى وبالرحم، ثم إلى أرض المقدم الثاني أبو الرحمن زقاف أولاده 19 والمنتسبين إليهم الآخرين عنهم، ثم إلى أرض الحبيب علي بن أبي بكر سكران وأخي الحبيب عبد الله بن أبي بكر السكران، ثم إلى أرض الحبيب الإدروس الأكبر، ثم إلى أرض الحبيب أحمد بن الأكبر، ثم إلى أرض الحبيب أبو بكر بن سالم، ثم إلى أرض الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاشي علي باراس، ثم إلى أرض الحبيب عبد الله بن علي الحداد، ثم إلى أرض الحبيب أحمد بن زين الحبشي، ثم إلى أرواح كافة أولياء الله في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا الحبيب حامد بن علي الحداد والحبيب محمد بن علي الحداد، ثم إلى أرواح الحبيب علي بن شيخ السقاف، ثم إلى أرواح الحبيب أحمد بن حسن الحبشي، ثم إلى أرواح عبد الرحمن بن محمد المنور، ثم إلى أرواح الحبيب عبد الله بن سالم الكاف، ثم إلى أرواح الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي، ثم إلى أرواح الحبيب صاحب التربة الحبيب أحمد بن شيخ بن شهاب أوزولي وابراهيم، ثم إلى أرواح عبد الله بن إدروس بن شهاب، ثم إلى أرواح الحبيب عقيل بن محمد بن يحيى، ثم إلى أرواح Pangeran Syarif Ali bin Syekh Abi Bakar bin Salim، ثم إلى أرواح كافة الأساتذة والمشايخ ولمن له الحقوق علينا خصوصا صاحب الحال حبيبنا أستاذنا وشيخنا مربي أرواحنا الحبيب محمد بن عبد الله الحبشي، إن الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة برحمته، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذركم وما أنذر آباهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل يسابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أتموا ما لو يشاء الله وأتاما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمر ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله بالكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله
محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب ساداتنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم ونتوب إليه أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
فاتحة الكرسي وثلاثة من اللهم اجتمعنا ها هنا بسببهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم برحمته خصوص سيدنا ومرب روحنا داعي إلى الله الحبيب محمد بن عبد الله الحبشي أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه جنته برحمته والدينا ووالديه خاصة وأمواتنا وأموات المسلمين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله ولا اله الا الله استغفر الله وصلى الله على رسول الله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلب وجهك والعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك لك الحمد وانت ترضى لك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تلث الأعضاء من عليها وأنت خير الوارثين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثم وقرأناهم من القرآن العظيم وما هللناهم من لا إله إلا الله وما سبحناهم من سبحان الله بحمده وما قلنا من قولي يا الله يا الله وما استغفرنا وما صليناه على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجلس مباركة واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ونهدي ثواب إلى حضرة حبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وطرته وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابة أجمعين جميع عباد الله الصالحين ثم إلى روح سيدنا المحاجر محمد بن عيسى وابنه عبيد الله وسلم وإبراهيم وإلى روح سيد الأعظم سيدنا البكر المقدم الحبيب محمد بن علي بعلوي وسلم وإبراهيم والمقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن سقاف ثم إلى روح جميع الأقطاب والأنجاب والله تعالى الأبدال والصديقين والشهداء والصالحين والعاملين والأولياء والصالحين وآل الحاضرين والشيخ أجمعين والفقهاء والمحدثين والقراء والفاسدين وأولياء الكون أجمعين وأهل الصوفية المحققين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح متقدمين الحديث الحارة وتجيز البلاد من العلماء والأولياء والصالحين خصوص من ذكرناهم ولم نذكرهم أنت أعلم بهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ثم إلى روح لمن اجتمعنا هنا بسبب المرحوم برحمة القيوم صاحب الخال أستاذنا الحبيب الداعي إلى الله محمد بن عبد الله الحبشي أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة برحمته والدينا ووالديه خاصة وأمواتنا وأموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليه اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين يديه اللهم اجعله فكاكا له من النار وإذكا له من النار وسترا له من النار وإجابا له من النار وبراءة له من العذاب اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna wa alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Melanjutkan daripada acara menambah keberkatan demi keberkatan, insyaallah pembacaan manaqib sekaligus kalimat tasyakur dan juga mau'izatul hasanah yang akan disampaikan kedua cucu Sahibul Haul. Pembacaan manaqib akan disampaikan oleh Fadilatul Sayyid Muhammad Faiz bin Ali Zainal Abidin bin Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi, dan akan dilanjutkan mau'izatul hasanah oleh Sayyid Al-Ustaz Ahmad Nabil bin Ali Zainal Abidin bin Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi, fa alaihima falyatabaddal masbura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat kamilish syama'ili wassifat linuril amim wal qadril azim al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, yarhamni wa yarhamkumullah. Segala puji syukur atas nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Nikmat demi kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Nikmat kita dikumpulkan di rumah Sahibul Haul Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Alwi Al-Habsyi. Salawat berserta salam tak lupa kita curahkan kepada sosok makhluk yang mulia, dimuliakan oleh yang maha mulia. Siapa lagi kalau bukan Habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, yarhamni wa yarhamkumullah. Izinkan Al-Bagir untuk menyampaikan daripada sekelumit manaqib Sahibul Haul Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi. Nasab beliau adalah Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Abdullah bin Alwi bin Ahmad bin Ali bin Hadi bin Idrus bin Hadi bin Ahmad sahib Syi'ib bin Muhammad bin Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi bin Ali bin Ahmad bin Muhammad Asadullah bin Hasan At-Turabi bin Ali bin Muhammad Fagil Mugaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Al-Mirbad bin Ali Khalid Gosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Nagib bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Al-Husain As-Sibid bin Imam Ali Karamallahu Wajhah dan Fatimah Al-Batul binti Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran dan pendidikan beliau Al-Habib Muhammad atau yang bisa dipanggil dengan Ustaz Maci Al-Habsyi dilahirkan pada tahun 1926 Masehi di perkampungan 26 Ilir, Palembang, dari kedua orang tua yang saleh dan saleha. Adapun ayah beliau yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Habsyi wafat pada saat Habib Muhammad masih muda, dan ibu beliau yaitu Al-Hubabah Fatimah binti Salim Al-Habsyi. Pada masa kecil beliau menuntut ilmu di Madrasah Watoniyah Palembang pada tanggal 23 September 1940 Masehi. Beliau pun lulus dari sekolah tersebut. Dan adapun guru-guru beliau yang pernah memberikan tausiah kepada beliau, Kiai Haji
Azhari, Kiai Haji Abdul Rasid, Kiai Haji Muhammad As-Sajiri, Kiai Mustafa, juga banyak menimba ilmu yang lain. Al-Arif Billah, Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin dan lain-lain. Adapun sahabat-sahabat beliau yang belajar bersama beliau dengan Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Ahmad Bahsin adalah Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab, Al-Habib Abdullah bin Uthman Al-Madhij atau Habib Hubud, Al-Habib Ali bin Salim Al-Madhij dan lain-lain. Akan tetapi beliau tidak segan-segannya untuk mengatakan bahwa mereka adalah guru-guru saya. Semasa hidup guru beliau, Al-Habib Alwi Bahsin pernah berkata kepada beliau, "Wahai makcik, engkau sudah bisa mengajar." Akan tetapi beliau merasa masih belum mampu. Saya mengatakan, "Ana masih belum bisa mengajar." Tapi gurunya tersebut tetap memerintahkannya untuk mengajar. Saya mengatakan, "Engkau bisa untuk mengajar." Sampai ketika disebutkan nama guru Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, berlinanglah air mata beliau karena teringat dengan gurunya tersebut. Pernikahan beliau pada tahun 1944 Masehi, beliau dan keluarga beliau pindah ke kampung 14 Hulu, dan 3 tahun setelah tempatnya pada tahun 1947 Masehi, beliau menikah dengan Al-Hubabah Zahra binti Abdullah Al-Habsyi. Pernikahan beliau ini, beliau dikaruniai 9 orang anak, 5 laki-laki dan 4 perempuan, dan mereka adalah As-Sayyid Abdullah, As-Sayyid Alwi yang telah wafat pada tanggal 4 Rabiul Awal 1430 Hijriah, Syarifah Aisyah, Sayyid Umar, Sayyid Ali wafat tanggal 20 Zulhijjah 1442 Hijriah, Sayyid Fauzi yang wafat saat masih muda, Syarifah Radiyah, Syarifah Khadijah, Syarifah Maryam. Setelah Hubabah Zahra wafat, beliau menikah lagi dengan Hubabah Mahani binti Muhammad Al-Kaf, dan dari pernikahan beliau ini beliau tidak mendapatkan keturunan. Keseharian dan semangat dakwah beliau Al-Habib Muhammad merupakan seorang penjahit, dan dari sinilah beliau menafkahi keluarganya. Dan adapun di dalam keseharian beliau juga aktif di dalam mengajar dari musollah ke musollah, dari tempat ke tempat yang lain, dan terkadang dengan berjalan kaki. Akan tetapi beliau tetap semangat dalam menyebarkan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga sering kali diperintahkan oleh guru beliau yaitu Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin untuk menggantikannya untuk mengajar jikalau Habib Alwi mempunyai hudur. Salah satu kegiatan kuliah subuh di masjid dari musolla ke musolla di daerah 12, 13, 14 Ulu yang dimulai pada jam 6 waktu Indonesia Barat sampai 6.30 waktu Indonesia Barat, yang mana majlis tersebut masih tetap berjalan yang diteruskan oleh murid-murid beliau. Pada bulan Agustus 1974 Masehi, beliau diajak oleh Al-Habib Alwi pergi ke Pulau Bangka dan bersama beberapa sahabatnya yaitu Al-Habib Abdullah bin Uthman Al-Madhij, Habib Ubud dan Al-Haj Syamsuddin. Sampai mereka di Kecamatan Muntok, Bangka, rombongan menginap di rumah Sayyid Abdullah bin Saleh Al-Kab, dan mereka dipinta berceramah di Masjid Jami'. Akhlak dan budi pekerti beliau Ustaz Maci Habsyi terkenal dengan sifat daripada akhlak yang mulia. Di antaranya beliau terkenal dengan sifat tawaduknya yang luar biasa. Diceritakan bahwasannya beliau merupakan orang yang lebih banyak memandang ke bawah apabila berjalan. Diceritakan ada seseorang pemuda yang datang ke rumah beliau untuk belajar ilmu fikih, yang mana pada saat itu memakai kitab Safidatun Najah. Beliau pun mengatakan kepada pemuda tersebut, "Ana bukanlah orang yang pandai di dalam bidang ilmu ini, akan tetapi ana berikan apa yang ana bisa sampaikan." Dan terbukti setelah selesai belajar, para pemuda tersebut merasa puas dengan apa yang disampaikan oleh beliau Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi, serta setiap daripada pemuda tersebut merasa bahwa mereka merupakan orang yang paling dekat dengan Al-Habib Muhammad. Ini menunjukkan bahwa betapa besarnya perhatian beliau terhadap murid-murid beliau. Dan di antara sifat beliau yang masyhur adalah sifat waraknya. Diceritakan ketika beliau menjahit, terkadang potongan-potongan kecil dari kain yang beliau jahit tersebut jatuh ke bawah rumah beliau, dan beliau memerintahkan anak-anaknya atau cucu-cucunya untuk mengambilkan potongan-potongan
potongan kecil yang jatuh tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Dan jikalau kita berkunjung ke rumah beliau, beliau tidak akan memulai pembicaraan sebelum kita memulai terlebih dahulu. Inilah bukti betapa waraknya beliau. Bahkan di dalam ucapan pun beliau takut salah dalam berucap. Pernah diceritakan bahawa pada suatu hari beliau mengantarkan pakaian yang sudah beliau bikin sendiri ke tokoh yang beliau biasa menitipkan pakaian yang telah beliau bikin. Namun pada waktu itu si pemilik tokoh menolak pakaian yang beliau antar, dikarenakan pakaian yang beliau antarkan sebelumnya belum laku. Dan pada saat itu beliau pun menangis. Dan pemilik toko pun bertanya kepada beliau, "Wahai Ustaz, mengapa engkau menangis?" Lalu beliau pun menjawab, "Ana takut amal ana tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ente baik nolak pakaian ana sudah ana buat dengan semaksimal mungkin. Lalu macam mana dengan amal ibadah ana yang serba kurang ini?" Dan pernah suatu hari ketika beliau pulang dari mengajar, istri beliau berkata kepada beliau, "Beras yang kita punya tidak sedikit, tinggal sedikit dan tidak cukup untuk makan sekeluarga." Dan beliau berkata kepada istrinya, "Masaklah apa yang ada, insya-Allah cukup." Istrinya pun menaati perintah beliau. Dan subhanallah, beras itu setelah dimasak dapat mencukupi dan membuat kenyang dan sekeluarganya. Kewafatan beliau, setiap ada permulaan pasti ada akhirnya. Dan setelah merasa menghadap Sang Khalik untuk bertanggungjawabkan amaliyahnya, maka tidak ada suatu pun yang dapat menghalanginya. Pada hari Sabtu tanggal 1 Jumadil Akhir 1421 Hijriah bertepatan 11 September 1990 Masehi, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi berpulang ke rahmatullah. Kebanyakan orang tidak menyangka akan kewafatan beliau dikarenakan satu hari sebelum kewafatan beliau, tempatnya pada hari Kamis, beliau masih mengajar di rumah Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab. Begitu banyak orang yang melayat dan mengantarkan beliau ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dan setiap hati orang mukmin pasti bersedih ditinggalkan orang yang alim, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahzan bi mautil alim fa huwa munafiq." Barang siapa yang tidak bersedih dengan meninggalnya orang yang alim, maka dia dapat digolongkan sebagai orang yang munafik. Jenazah beliau Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi dimakamkan di pemakaman Al-Habib Telaga Swida, tempatnya di Gubah Al-Habsyi. Inilah daripada sekelumit manaqib sahibul hal Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi yang Al-Fakir bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنان، فتحيتهم فيها سلام. سلام قولا من رب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صادق وعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Segala puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, sehingga dengan izin Allah, dengan karunia Allah, dengan anugerah Allah, Allah kumpulkan kita untuk memperingati sesosok manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan dengan akhlak yang baik, dimuliakan dengan
budi pekerti yang baik, mencontoh datuk-datuknya hingga mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriringan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita yang dimuliakan oleh yang zat yang maha mulia, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga dan para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebelumnya Al-Fakir memohon maaf kepada antum sekalian. Qumtu fi hadzal makan illa imtithal al-amr. Berdiri Al-Fakir di sini melainkan hanya menjalankan perintah. Dan yang kedua yakni kita berharap dengan berdiri kita di tempat seperti ini, kita mendapatkan pandangan khusus, wabil khusus daripada guru-guru kita, Abu Ya Sayyidul Walid Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab dan para guru-guru yang lain, yang mana mata-mata mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan telah memandang mata-mata orang-orang soleh, sehingga kita pun akan dipandang dengan pandangan doa, dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Disitulah letak keberhasilan, letak kesuksesan seorang murid, dikarenakan ada pandangan cinta, ada pandangan kasih sayang dari seorang guru tersebut. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Al-Fakir teringat ketika kami belajar bersama Abu Ya Darus Nahu Sobah pagi-pagi, Abu Ya pernah bercerita tentang sosok Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi. Ketika Abu Ya pernah belajar menjahit, waktu itu Abu Ya pun diberitahu oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi, kalau kita ingin menjahit, oko dulu sebelum kita tetak. Pakaian dasar itu oko dulu sebelum kita tetak. Sebelum kita potong, sebelum jadi pakaian, oko dulu. Dan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi memberitahu Abu Ya, ini bukan sekadar pakaian baik. Ini untuk segala hal perilaku apapun. Apa gaya kita, sebelum kita gawe ke pikir ke dulu apa akibatnya. Abu Ya pun mengatakan kepada kami, idza aradta amran fatadabbar aqibatah. Kalau kau ingin melakukan sesuatu, maka kau pikirkan terlebih dahulu apa akibatnya. Dan semua kita, gawe-gawe kita, pelajaran-pelajaran kita, apapun yang kita kerjakan semuanya, pikirkan dulu itu apa yang bakal terjadi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dunia kita tempat ini semata-mata karena cinta kita kepada sosok Sahibul Haul. Tak mungkin mau yang cinta tak bakal hadir di tempat ini kalau mau yang ada rasa cinta kepada Sahibul Haul. Dan ketahuilah ma'asyiral hadirin rahimakumullah, adanya cinta kepada orang soleh ini sudah diajarkan dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak di antara mereka yang berbondong-bondong untuk mengharap cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas sudah dari kecil sudah dibawa ibunya untuk berkhidmah sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Semata-mata karena satu, supaya mendapatkan kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sampai akhirnya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mendapatkan doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa yang luar biasa. Apa doa tersebut? Yakni doa supaya Anas bin Malik dijadikan panjang umur. Dan itu pun sudah dikabulkan oleh Allah. Bahkan dikatakan Sayyidina Anas bin Malik wafat di akhir-akhir, di antara termasuk sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang wafat terakhir daripada sahabat Rasulullah SAW. Yang kedua yakni doa Rasulullah SAW untuk Sayyidina Anas bin Malik apa? Diberikan rezeki yang banyak. Diberikan terbukti doa Rasulullah SAW bahwasanya Sayyidina Anas bin Malik mempunyai kebun kurma yang mana penduduk kota Madinah kebun kurma mereka berpanen cuma setahun sekali. Panen cuma setahun sekali. Akan tapi kebun Anas bin Malik itu panen setahun 2 kali. Panen setahun dua kali. Berkat doa Rasulullah SAW diluaskan rezekinya. Dan juga doa Rasulullah SAW untuk Anas bin Malik apa? Yakni dibanyakan anaknya. Dan terbukti bahkan dikatakan diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Anas bin Malik pun kadang-kadang lupa siapa nama anaknya. Saking banyaknya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini kemuliaan berkat ada yang cinta, ada yang ada di dalam hati cinta kepada Rasul, kepada orang-orang soleh. Soalnya apa? Tak baca seseorang tersebut menggapai langsung Rasulullah SAW, melainkan menapaki sedikit demi sedikit daripada aslafun as-salihin, ajdadnya, kakek-kakeknya. Dan Al-Fakir yang kami takutkan di sini, yakni pernah yang kita dengar, yang sering kita dengar perkataan yakni awwalu man hurima bar min barakatil wali ahlu. Itu yang kita takutkan.
yang pertama kali mahrum, yang pertama kali mahrum diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala min barakatil wali ahlu. Itu yang kita takutkan. Ya Allah, kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kami tidak jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mahrum daripada orang-orang saleh, terutama wali-wali. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan adanya rasa cinta terhadap orang saleh dikatakan bahwasanya ini merupakan suatu kebaikan. Merupakan suatu kebaikan. Dikatakan dalam suatu athar bahwasanya idza ahbabta salihina fa'lam anna fika khaira. Ketahuilah bahwasanya tatkala engkau mencintai orang saleh, ketahuilah bahwasanya di dalam dirimu ada kebaikan. Dan sebalik dan diteruskan wa idza ahabbaka salihuna fa'lam anna fika sirra. Dan sebalik dan seterusnya, kalau seandainya engkau dicintai oleh orang saleh, engkau disayangi oleh orang saleh, maka di dalam dirimu ada suatu sir, di dalam dirimu ada suatu rahasia yang membuat orang saleh tersebut cinta. Dan kami pun di sini berharap agar sana dengan berdirinya Al-Fakir di sini mendapatkan pandangan cinta, sehingga Al-Fakir dapat digolongkan oleh orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mengingatkan ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan pada saat ini, yang perlu kita sampaikan pula pada akhir-akhir zaman ini. Yang ini kita catatkan ada beberapa hal. La budda anak tadi harus kita perhatikan beberapa perkara. Yang pertama, beberapa amal-amal perbuatan kita, terutama di akhir-akhir zaman ini. Yakni pertama, amal as-shalah. Salat kita. Bagaimana salat kita? Bagaimana tata cara kita mengajarkan anak-anak kita tentang salat? Dikarenakan salat inilah seseorang hamba dinilai dapat mudah segala urusan akhiratnya berkat salat inilah. Awwalu ma yuhasabu bihi 'abdun as-shalah. Jadi pertama kali dihisab dari seorang hamba yakni as-salat. Yakni salat. Yang kedua, yang di akhir zaman ini banyak dilupakan, bahkan yang kita sayangkan yakni daripada Sadah Ali Ba'alawi yang mana mereka merupakan Al-Qur'an, qiraatul Qur'an, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Membaca Al-Qur'an, bahkan yang kita sayangkan berapa banyak daripada diri kita yang kita sering hadir majlis ta'lim, sering duduk di majlis ilmu, tapi kita lupa terhadap Al-Qur'an. Kadang-kadang kita tak sempat baca untuk secus pun tak sempat. Kalau kita jengok, kita koreksi bagaimana salaf-salaf kita terdahulu, bagaimana ajdad kita terdahulu, bagaimana mereka baca Quran mereka dengan khusyuknya, dengan wuduknya, dengan adabnya luar biasa, sampai mereka menaksakan kenikmatan lezatnya dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga yakni huduru majalisil ilm. Yang ini yang pertama kita. Yang ketiga yakni hadir di majelis ilmu. Sekarang alhamdulillah, terutama di kota kita Palembang Darussalam, banyak majelis ta'lim, banyak majelis ta'lim. Tak usah kita pilih-pilih, nak ustaz pulanian, ustaz pulanian. Tidak. Yani kita belok ya, kita hadiri. Bahkan Abu Ya pun pernah memberikan kepada kita, kalau seandainya kita mengajar sesuatu, tak perlu kita nak nyingok jumlahnya. Wala tanzuru ilal adad, tak perlu kita nak nyingok jumlah. Kalau kita nyingok koreksi daripada orang-orang soleh, terutama habaib kita terdahulu, yakni Al-Habib Umar bin Ahmad bin Jahab, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi, dan yang lainnya. Mereka itu kadang-kadang sigok dua yang hadir di majelis ta'lim mereka. Kadang-kadang maaf yang kita dengar daripada manaqib Al-Habib Mu'allim bin Ahmad Mahsin, bahwasanya mereka bil khusus Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi dan para sahib-sahibnya yang lain berdakwah di pelosok-pelosok Sungai Musi. Itu menggunakan perahu. Perahu bukan perahu mesin, perahu gayung. Dan ketika ada speedboat lewat, belok ngentol sudah sampai ke tempat itu, bukan langsung ceramah, bukan langsung duduk majelis taklim. Ajak muridnya untuk bersih ke musola dulu. Udah bersih ke musola, dibentang ke tikar dulu. Kadang-kadang ada katik speaker, ngawak speaker terlebih dahulu. Sudah siap, diumumkan baru bahwasanya kakek malam ba'da maghrib ada pengajian di musola ini. Bahwasanya kakek malam ada majelis taklim di musola ini. Itu semangat dakwah mereka terdahulu. Maka Abu Ya pernah mengingatkan kepada kami, murid-murid beliau, ketika kami belajar, kalau seandainya kamu mengajar, tak perlu kamu nyingok jumlah berapa uangnya. Selagi ada yang nak minta kamu mengajar, ajari.
Alim mata'allam. Kamu yang pernah berkata, ajarkan apa yang kamu bisa dan kamu yang pelajari apa yang tak kamu ketahui. Yang terakhir, yang ini yang perlu kita ingatkan, yakni suhbatul akhyar, yakni persahabatan pele. Bahkan salaf-salaf terdahulu mereka pun sangat memperhatikan tentang anak-anaknya dan bersahabat dengan siapa, berkawan dengan siapa, anak yang baik atau tidak. Budak ini berkawan, anak gitu. Dijengok ini yang dulu salaf-salaf terdahulu, saking perhatian mereka tentang pendidikan anak-anaknya, dijadikan suhbatul akhyar. Ada sahabat-sahabat baik. Dijengoknya, kalau seandainya anaknya berkawan sama yang tidak baik atau keturunan yang tidak baik, maka jangan kau terlalu dekati. Jangan terlalu dekati. Diperhatikan semaksimal mungkin oleh para salaf-salaf terdahulu. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Mungkin dengan hanya ini yang dapat Al-Bagir sampaikan. Lebih kurangnya Al-Bagir mohon maaf. Kepada Allah Al-Bagir mohon ampun. Bapak terutama yakni Al-Bagir pun mewakili daripada segenap panitia Sahibul Haul Ad-Da'i ilallah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi, mewakili mengucapkan beribu banyak terima kasih kepada antum yang sudah hadir di tempat seperti ini, ataupun antum yang sudah ikut andil di dalam mensukseskan acara ini, baik secara dana ataupun tenaga dan lain sebagainya. Kami pun keluarga besar Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada antum. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kita semua dengan dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah Allah bubarkan kita dari majelis ini melainkan kita yang punya dosa diampuni oleh Allah, melainkan kita yang punya penyakit ataupun keluarga kita yang punya penyakit disembuhkan oleh Allah, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mendapatkan barakah daripada aslab, wabil khusus Sahibul Haul, wabil khusus para guru-guru kita, dan wabil khusus Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma naqulu lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di penghujung acara talqin zikir dan doa penutup akan dipimpin oleh Fadilatul Habib Ali bin Hasan bil Faqih fa alaihi falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdal ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli La ilaha illallah. 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 محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم احينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مبيد آمين وابعثنا عليها يا باعث آمين واحشرنا مع خواص أهلها يا الله آمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واغفر لصاحب الحوض الحبيب محمد بن عبد الله الحبشي وجميع شيوخنا وسلاسل أسانيدنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وجميع والد الحاضرين والحاضرات. الله يغفر لنا ويغفر لهم ويرحمنا ويرحمهم آمين ويقبل جميع الحاجات ويقضي جميع الأمنيات في خير وعافية ويصلح الأحوال ظاهرا وباطنا ويبدل الحال بأحسن الحال. باك في هذا الولد مبارك إن شاء الله والبركة في جميع الذرية وجميع الذرية الحبشية خصوصا وجميع الذرية البعلوي بركة تامة شاملة إن شاء الله يسلكون مسلك أجدادهم يسلكون مسلك آبائهم من العلماء والأتقياء والصالحين حتى تقر بنا وبهم عين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحشر مع جدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. آمين اللهم آمين. تقبل الحاجات ويقضي جميع الحاجات حاجة الدنيا بالميسرة حاجة الآخرة بالمغفرة حسن خاتمة عند الموت بعد طول العمر في عافية وسلامة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. Amin. Qabul insyaallah. Satu halago orang 4 fadhol konsumsi. Hadirin, mohon permintaan daripada Habib Muhammad
bin Zain bin Syekh Abi Bakar bin Saleh